دي سلسلة جديدة هنقدم فيها أفكار صحية لللانش بوكس، ومش بس كده، كمان هنعمل كل مرة وصفة صحية هتعجبكم جدا. وأول وصفة معانا النهاردة هي ميني بيتزا لذيذة جدا وتنفع للمدرسة أو الجامعة. ولو اللانش بوكس بتاعنا بلاستيك لازم يكون BPA فري، والمثلث اللي عليه جواه رقم 5. تعالوا نشوف وصفة الميني بيتزا. هنجيب 2.5 كوباية من دقيق القمح الكامل، وكيسة من الخميرة الفورية، ومعاهم معلقة صغيرة من الملح، ورشة ريحان مجفف. هنقلب المكونات الجافة كلها مع بعض، وهنضيف ليها زبادي وبيضة، وطبعا لازم القشرة تقع مني. وحطيت معلقه كبيره من زيت الزيتون. هنقلب المكونات كلها مع بعض ونبدا نعجنها بالميه الدافيه، ننزل بيها بشكل تدريجي لحد ما تكون معانا قوام مناسب للعجينه. هنسيبها تخمر حوالي ربع ساعه او 20 دقيقه. دلوقتي العجينه بتاعتنا بقت جاهزه، بصوا مليانه هوا ازاي وجميله جدا. هنخليها في صوره كوره كبيره كده، ونبدا ان احنا نقسمها لقطع صغيره. نعمل حسابنا واحنا بنقطعها، نخلي القطع صغيره شويه عشان لسه هتخمر تاني وهتزيد في الحجم تاني. وهنبدا نجهز عندنا الصينيه اللي هنسوي فيها البيتزا. الافضل ان احنا نستخدم صينيه تيفال عشان التسويه تطلع مظبوطه. هندهنها بزيت زيتون، وهنجيب كور البيتزا بتاعتنا نضغط عليها بالراحه ببطن الايد كده. وبعد كده نحط المكونات اللي احنا عايزينها. هنحط اول حاجه الصلصه. انا عملت صلصه بيتي بطريقه صحيه، زودت عليها فلفل اخضر وزيتون اخضر، كمان موتزاريلا طبيعي سعراتها قليله. وهنحط رشه زعتر، كان المفروض نحطها بعد طبقه الصلصه بس انا الصراحه نسيت فحطيتها في الاخر. دخلتها الفرن على حراره 180 لمده 25 دقيقه. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره جدا وتسويتها كانت حلوه قوي. ومش معنى ان البيتزا دي معموله للانش بوكس ان احنا ما ناكلش واحده ولا اتنين كده على الواقف، بجد كان طعمها خطير جدا. بدات اجهز اللانش بوكس بتاعي، حطيت فيه البيتزا بعد ما بردت. وبما اننا بنحضر لانش بوكس صحي يبقى لازم نهتم بمصادر الالياف ونرفع القيمه الغذائيه عندنا. علشان كده لازم نضيف خضار وفاكهه للانش بوكس بتاعنا. طبعا الافكار كتير ونقدر ان احنا ننوع في الاكل بناخده دايما عشان ما نزهقش. ممكن كمان نعمل عصير صحي في البيت وناخد منه معانا. ودلوقتي اللانش بوكس بتاعنا بقى جاهز. ودي كانت الحلقه الاولى من افكار صحيه لللانش بوكس. اشوفكم في حلقات تانية جديده. باي باي.